تعالي اقولك ازاي تعملي احلى طاجن بامية باللحمة، حاجة كده طعمها وهمي، بينطق كده وريحته تكون مفحفحة. سمعتوا الصوت؟ شايفين البكبكة عاملة ازاي؟ حاجة كده وهمية. نبدأ على طول ونقول بسم الله. انا نزلت بمعلقتين صغيرين من الزيت وعليهم حتتين من اللي الضاني. لو ملكيش في اللي الضاني حطي معلقتين كبار من السمن وتستني لما يسخنوا كويس جدا. ادي اللحمة الصدمة تمام، والنار تكون عالية جدا في المرحلة دي، ما توطيش النار. مش عايزين اللحمه تنزل اي ميه، عايزين مسامها تتقفل كده وتكون جوسي ولوسي معانا. اول ما تبدا تاخد اللون ده كده واصبري طبعا عليها لحد ما تتحمر، وبعد كده ابداي قلبيها الجنب التاني. ورقتين من اللورة، معلقه مليانه من الفلفل الاسود، 4 فصوص من الحبهان. وافتكري دايما ان الباميه يعني حبهان. حطيت الاول 4 فصوص من الحبهان ونص معلقه صغيره كده هو، بس تمليها شويه من الكوبيبه الصيني المطحونه. نزلت كمان ببصلتين كبار محترمين كده وفرماهم ناعم. وهبدأ اشوح بقى البصلايه الحلوه دي ولا البصلتين الحلوين مع كيلو اللحمه بتاعي. ابدأي بقى شوحي الجمال ده كله وشمي احلى ريحه للبهارات. وريحه اللحمه اصلا وهي بتتحمر رهيبه جدا. هنزل كمان بعصير كيلو الا ربع من الطماطم، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من البابريكا. لو بتحبي صلصه الطماطم حطي معلقه كبيره. نزلت كمان بحوالي كوبايه ونص من الميه، ولازم الميه تكون بتغلي. وعلى نار عاليه، اول بقى ما تغلي غلوتين ابتديت اغطي عليها خالص وخليتها تستوي مع نفسها. هنا بقى معلقه من الزبده كده حلوه، شوحت كده اهو معلقه كبيره من الثوم. تشوحيها بس وتنزلي بالباميه الحلوه دي اللي في اول الموسم اللي بيكون طعمها رهيب. طبعا بعد ما تقمعيها تغسليها كويس. تنزلي عليها بقى بنص معلقه كمان من الحبهان، بس الحبهان في المرحله دي بيكون مطحون. وزيها من الكزبره الناشفه، وزيهم كده هو اقل كمان من الفلفل الاسود. اللحمه هنا استوت بنسبه تقريبا 95%. يعني بقى لها مثلا قولي 10 دقايق بالكتير قوي وتكون عامله زي الزبده. انزلي في المرحله دي بقى بالباميه بتاعتك بعد ما غسلتيها وشوحتيها. ومعاهم فصين من التوم كده اهو اللي مش مستويين، الني كده اهو. يديها مذاق وطعم حلو جدا. يا دوبك الباميه تغلي غلوتين، مش عايزاها تغلي اكتر من كده. وقولي بسم الله وعلى طول في الطاجن بالشكل ده. ذكر النهارده لا اله الا الله. بعد الفيديو افضلي قولي لا اله الا الله. بعد ما تحطي الباميه في الطاجن، ابداي بقى شوحي كده في معلقه من الزبده، حوالي معلقه صغيره مليانه من التوم، لحد ما ياخد اللون الجميل ده. ومعاه كزبرة. دخليه على رف أوسط على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقايق وبس كده.